السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض أكلة حلوة يعرفها الناس اللي ساكنة في السواحل، وهي الكاليماري أو سمك القرطاس. في بعض المحافظات بيقولوا عليها سمك القرطاس، بس عندنا في دمياط وتقريبا البورسعيدية والاسكندرانية بيقولوا عليها كاليماري. هنعمل النهاردة الكاليماري البلدي بطريقة لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها، حلوة جدا وطعمها لذيذ قوي. خطوات في الشغل لو عملتوها هتطلع معاكم مظبوطة وما فيهاش اي زفارة خالص. قبل ما ابدأ الفيديو معاكم ليا طلب عندكم، من فضلكم تابعوه للنهاية وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير من الناس. اول حاجة بجيب طاسة على النار تكون تحتها عالية جدا. عاوزة الطاسة توصل معايا لدرجة حرارة عالية، مش هضيف ليها اي زيوت. بكون طبعا مجهزة الكاليماري وغسلاها كذا مرة بالمية والملح ومنضفاها حلو جدا. ده شكل الكاليماري، كاليماري بلدي بيكون حجمها صغير بالشكل ده، يعني الواحدة مش بتعدي طول الصبع. حجمها بيكون صغير. بسيبها زي ما هي، ما بقطعهاش لان هي هتقل وتنكمش معايا اول ما تشم النار. انا اول ما الطاسة سخنت نزلت بكمية الكاليماري وهسيبها تنزل ميتها وتشربها. هي يعني الخطوة دي مش هتاخد مننا دقيقتين 3. الكاليماري هتنزل ميتها وترجع تشربها. انا كده بتخلص من اي زفارة في الكاليماري. نزلت زي ما قلت لكم بنص كمية الكاليماري، ما نزلتش بيها كلها في الطاسة. انا عاوزة الطاسة تفضل سخنة معايا. لو كنت نزلت بكمية الكاليماري كانت الطاسة هتفقد الحرارة بتاعتها، فعملتها على مرتين في نفس الطاسة كده. بعد ما خلصتهم بقى حطيتهم في طبق على جنب، ونزلت في نفس الطاسة بس بعد ما غسلتها نزلت بدماغة الكاليماري او الراس بتاعت الكاليماري، نضفتها برضو وخليتها زي الفل. انا مش برميها بصراحة، في ناس كده مش بيجولها خلق ان هي تنضفها وبترميها، بس انا ما برميهاش بصراحة، بنضفها وبعملها زي الكاليماري بالظبط. خلاص كده انا صدمت الكاليماري. بجيب بقى حلة على النار فيها شوية زيت، نزلت عليهم ببصلتين مقطعاهم قطع صغيرة. هقلب البصل لحد ما يدبل معانا وياخد اللون الذهبي الخفيف ده. نزلت بقى بمعلقة كبيرة من الثوم والفلفل المفروم، عطيتهم تقلبتين ونزلت عليهم بمكعبات صغيرة من البطاطس. هقلب البطاطس حلوة قوي مع البصل والثوم، وبعد كده هنزل بشوية فلفل أسمر، بابريكا، ورق لورا، بذور شطة حرة، ملح، كام حباية من الكوبيبة الصيني. قلبت بقى البطاطس حلوة قوي مع البهارات دي لحد ما تتغلف وتسخن كده معايا وتاخد من طعم البهارات. نزلت عليها بعصير الطماطم وهزودها شوية مية. انا كالعادة مستخدمة عصير الطماطم المعلب، تقدروا تستخدموا الفريش بس تخلوا الطماطم بتاعتكم خفيفة ما تكونش تقيلة. هغطي بقى البطاطس واسيبها كده لحد ما تدخل في نص سوا. بكشفها وبنزل عليها بكمية الكاليماري اللي انا عملتها معاكم. بعد كده هسيب بقى الكاليماري والبطاطس يكملوا سوا مع بعض. هي البطاطس واخدة نص سوا وكمان الكاليماري احنا صادمينها على النار، يعني مش محتاجة سوا كتير. هزود شوية مية واسيب الاتنين يكملوا سوا مع بعض وياخدوا من طعم بعض. هعمل بقى جنب الأكلة دي شوية رز بالشعرية. بجيب بقى حلة على النار بحط فيها زيت، أول ما الزيت يسخن بنزل بالشعرية أو المكرونة. أنا هنا استخدمت مكرونة سباكيتي حجمها رفيع جدا، بتكون أتخن حاجة بسيطة من الشعرية العادية. أنا استخدمت مكرونة سباكيتي علشان الشعرية هنا في اليونان بيكون حجمها رفيع جدا، ولما باجي أطبخها في الرز ما بتبقاش باينة فيه. المهم قلبت بقى الشعرية او المكرونة لحد ما خدت اللون الذهبي ده، وبنزل عليها بمية سخنة وبظبط الملح وغطيها 5 دقايق كده لغاية ما تتسلق المكرونة دي معايا وتطرى. وهنا خلاص يعتبر الكاليماري بالبطاطس خلصت معايا.
تعالوا اقول لكم بقى على تركاية هتضيفوها هتنقل حقيقة طعم معاكم لمكان تاني خالص. قبل ما نطفي النار عليهم بكشف كده الحلة، بضيف معلقة صغيرة من النعناع الناشف وكبشة من الشبت والبقدونس، وهقلبهم مع بعض واغطيهم واطفي عليهم النار. حقيقي حقيقي هتاكلوا شوية كاليماري بالبطاطس ملهمش حل. وكده المكرونة خلاص خدت غلوتين. ضفت بقى كمية الرز بتاعتي وعطيتهم تقلبتين حلو مع بعض، وهزود المية واظبطها هي والملح واغطيها لحد ما الرز يتشرب ويستوي معايا. وعلى فكرة طعم الرز بالمكرونة الاسباجيتي بيكون طعمه حلو، مش بيفرق كتير خالص عن الرز بالشعرية. اتصرفوا، لو مش موجود عندكم شعرية ممكن تستخدموا المكرونة الاسباجيتي بس يكون حجمها رفيع جدا. وبكده خلاص الوصفة بتاعتنا خلصت. اجمل والذ شوية كاليماري بالبطاطس. جربوا بقى زي ما قلت لكم تحطوا شوية النعناع والخضرة في النهاية كده قبل ما تطفوا النار. هتاكلوا شوية كاليماري ملهمش حل، ريحتهم وطعمهم قد ايه خطير. البطاطس والكاليماري واخدين طعم بعض، وكمان السوا بتاعهم مظبوط جدا، وكمان الصلصة خفيفة ولونها فاتح مش تقيلة، والرز بالشعرية الكدابة حلو جدا ومفلفل. الأكلة كلها على بعضها بصراحة في منتهى اللذاذة. أنا قدمتها مع شوية سلطة خضراء وبألف هنا وعافية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. دمتم بخير.